خلينا نتفق انه المرأة ما تحب تمشي بالشارع، مو بس بالعراق، بالمنطقة العربية عموما، مو لأن كسولة وتحب القعدة، بالعكس المرأة تمشي ترامبينج، تمشي بالأسواق، حتى تستطيع المشي في الأحراش دون كلل أو ملل. بس تعرف الشارع بفوضى حواس وممكن تتعرض للتحرش، فجابتها من الأخير وقنعت نفسها انه الشارع لا يليق بك، لأنه إذا مشت بالشارع لازم تصادف واحدة من كلاسيكيات التحرش، وأولها آخرة الطريق هنا تصادف المرأة كائن حي يتغذى على الاصطياد، ينزل للشارع حتى يتحرش. مو مهم الشغلة شنو، ممكن يكون موظف رايح الشغلة، مدير رايح شركته، رجل أمن يلتحق بواجبه، سائق تاكسي يلقط رزقه، هذا تعرفيه من يمر يمش بالشارع ويخفف سرعته ويبدي يدق هورنات. مفتاح موضوع الهورن أو الزامور أو الكريكسيون مفتاح غلط، لأنه هذه وسيلة تحذير مو وسيلة ترغيب. أنت ما تتعامل ويا حصان تقول له تع أو بخ أو تش وهو يجي. المتحرش الثاني الواثق، هذا الكائن الغامض يكتفي بأنه يمر من يمك بسيارته ويقف بشكل مفاجئ، وهي ما يوقف يدنك جانبي حتى يقدر يشوفك. كلامه عادة زائد 18، يتخيل نفسه عنده باسوردات البنات كلهن، شايف نفسه شهريار زمانه، والبنات منتظرين طلة البهية ورضاه حتى يأشر لهم ويجوا. غالبا هذا النوع يعاني من اضطرابات جنسية، مؤشر الحياة عنده هو مؤشر الحزام، يعني يتعامل ويا مشاكل بالحياة من الحزام وجوه. تقول له اللي يضوجك شو تسوي له؟ رد مباشر. اللي نصحك شو تقول له؟ لا براسي. اللي تمدحش تقول له ايش سوالف عنده. معجب من الافشار والمصطلحات العابرة للعوائل، مفردة العلاقة بنظره. أكيد جو الحزام وهذا مؤشر الحياة عنده، تلقاه وحيد ما حد يتقرب منه لأن مثل التتار كل شيء يسحق، فالناس تتجنب لسانه وتصرفاته المحسوبة. بس هو بالشارع من يقول له أنت غلط إذا تحرش؟ ببلد كل شيء بيه صح، ما حد غلطان. المهم النوع الثالث متحرش لغة الإشارة، هذول يتحرشون بالإشارة، دير بالك عليهم لأن ذول ذوي احتياجات خاصة، مو عندهم إعاقة، عندهم نقص، دائما يشعرون ناقصهم شيء. المتزوج تلقاه يفتقد الحب، اللي يحب يفتقد الحنان، اللي ما عنده أحد يحبه يفتقد نفسه. هذا النوع حرشته يمسح شواربه، يعاف شفته، يغمز بعيونه، المهم يشغل حواسه بشيء، ولو بيده يحرك اذانه، تحسه كلب البحر بس بقى تنطيه طوبه وهو ينططها. لا أقول لك ولا تقول لي، متحرش جسدي، لغة الجسد عنده فول. وبهاي المواهب العظيمة أنصحك تتجه للرقص التعبيري، به حركة جسد هواية ولو في التحرش، لأنه يبدو أساس المشكلة عندك هي مواهبك الزايدة بلغة الجسد، فاستثمرها بمكان آخر. ما أحس قاعد عندك التحرش لأنه أنت نفسك ما مقتنع بالتساوي. سياق الحركة ما جاي ويا سياق المشاعر، ماكو مزامنة بينهم، وهذا واضح بفرط الحركة عندك من تتحرش. النوع الرابع الأبلح، اسم رواية. هذا كائن يسير على قدمين، يعتقد نفسه خفيف الظل، أغلب الأحيان يحكي نكات، ماخذ جرعة تحرش فواكه فتطلب عنده نكت، تحسه كوميديان ملاقي فرصة عمل، يحول الشارع المسرح والبنية جمهور يستعرض قدامها النكت. هذا من يتحرش ويلقي الدعابة، تنتظر أكو فرقة تكمل النكتة، موسيقى مونولوجست. حصل لنا الشرف. مو متحرش، خلي أقول لكم شلون. شنو الجمال؟ قمر دا يمشي بالقاع، يقولون الرمان ماكو، لا عاد الشفايف منين. النوع الخامس تحرش الابتسامة الهاوي. هذا مو متحرش بقدر ما هو هاوي للتحرش، بس أخلاقه تمنعه، يريد يصير متحرش بس ما يقدر، قيمته أكبر من أنه يهين نفسه، فيكتفي بنظرات العيون والابتسامة المدبلجة. ما المسلسلات التركية تتخيلين إذا حكى راح يكون صوته تسمحي لي بعطيكي قلب كبير يعبر عن حبي إليك. النوع السادس، النوع السادس متحرش العمو. والله أكو عمو يتحرش، هذا متحرش كبير بالعمر، دائما يبدأ حرشته بالوقوف بجانبك وانتقاد تحرش الشباب لك. هنا الانتقاد لغاية، هو يكسب ثقتك وحتى يصغرهم بعينك وهو يعلم. غالبا يكونون ما صابغين شعرهم، يبقون الشيب اللي عنده فيه ذكريات قصصية، تجاربه الحياتية، معاناته كلها بشعر الأبيض، مو شعر أوراق ما شجرة، يلتقون جوها العشاق. مشكلة متحرش العمو هو الانفتاح جاء فايت وقت متأخر عليه، فيريد يعوض الفقر والعسكرية اللي قضت شبابه، فدا يعيش مراهقة متأخرة وهي عصر الانستا والتيك توك. ما يروح اللي بعمره، لا يتحرش من أصغر منه. الطفل الداخلي اللي بداخله مسيطر على شخصيته، زمنه ماكو انترنت وتواصل وانفتاح، فهسه يريد يعوض. وبالختام أحب أقول لكم إنه كل اللي طرحته هو جزء من عملية بحثية أثناء تعرضي للمتحرشين بالشارع، وهذه نقدر نعتبرها باكورة أعمالي في فهم فوضى الحواس الموجودة بالشارع. أودع لكم.